الاقاليم الجنوبيه تاع المغرب. خاطبته بكل انسانيه، قلت له الدرون اخويا ما تبعدش الجنه ديريكت، نقص شويه صاحبي، انت ديك تلقى في المنطقه العازله تبعت وما يشوفش الضوء. يبان لي راه مستجابوا شويه النداء تاعي. ها شوفوا الدرون كيفاش ضرب تنمو الدقه عاد يضرب في المحرك. هذه مع صور من المنطقه العازله، هادو زعما يقول لك منقبين سوا ديزون راهم دخلوا المنطقه العازله من اجل التنقيب على الذهب. الدرون والله سمع النداءات فينا، الدرون عنده القلب شويه، دونك عاد ما بعتهمش للجنه، خرب لهم برك السياره، الموتور راح في داك الشيء. مي عاد صراحه يبان لي الناس راه مسلكوا لها يعني. كون ساعه فيهم ساكن موريتانيين ويجيو ينقبوا على الذهب. الدرون ولات فيه شويه انسانيه يجدك. قال لك هما فرحانين الاعترافات متتاليه، دونالد ترامب رجع. معليش يقول لك البوليساريو راهم في المنطقه الاراضي المحرره، نعبوا الحريه اللي تجيب لي الدرون يقصفني وين ما نتحرك. قال له اراضي محرره، قال له وين راحت الحريه؟ يرحم بابك، وين راحت الحريه في هذا؟ اين الحريه في كل هذا؟ شنو بلوكا لي التليفون برك الكوانيس توريت لكم شويه. سي ها لا اشتياط انا ما في حد. شفتو كيفاش الدرون على بالك ولا يضرب في الموتور. نورمالمون تشكروني يا البوليساريو، يعني انا اللي كنت نضل ندير في النداءات وقلت ما يصلحش. وعلاش هذا اللي عبك كانوا بالمغرف ما تلقطهمش، كي يعطيهم الدرون بالمغرف ما تلقطوش، درك هاو لاباس شويه. انا داير واحد المقرا في الخوط نمشي في المول رزر تصفي بعد الطيار انا نروح الصباح لحد المغرب بعد هذه هي الاراضي المحرره. الله يبارك. اكيد جديد، هذه اوفا جديد منذ 3 ايام درك القضيه، 3 ايام 4 ايام هكاك. هذه يا جماعه راهي بيناتنا برك قضيه، راهي ماشي رسميه. حتى الجهه حتى اللي يخلصوني راه ما يحكيوش على القضيه هذه رسميا، دونك بيناتنا برك. الصور راهي من عند البوليساريو، راه مناضل في البوليساريو اللي نشر الصور. بيناتنا برك يزيدوا يحبسوا لي الخلاص. قال لك الاراضي المحرره، قال لك الاراضي المحرره. هادو كان مشكوك فيهم. لا ماشي مشكوك فيهم، تركوا ما يدخلوا ثاني في بعض الاحيان موريتانيين، ولو انهم في كثير من الاحيان تاع بوليساريو اللي عايشين في موريتانيا، باسكو المنطقه هذيك اصلا اللي محاذيه المنطقه العازله من جهه موريتانيا اللي ساكنين فيها هو على العموم راهو يقول لك منقبين على الذهب دون ان نظلموا الناس، لكن جزء كبير منهم راهم ما همش منقبين على الذهب. شوقي وش بيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك صوت؟ السلام عليكم شوقي. وعليكم. هبط باش يهبط لي اللايف. ركبنا بلا المناورات هذا، حط روحك درون انت ولي. Tu jubiles pour les performances du مخزن. هذه انا عينك اخويا صديقي باش نتفاهم. هذاك شغل قال لي راك تحتفل بالقدرات تاع المخزن في المنطقه العازله. انا على بالك الدرون يضرب وانا نصفق. عينك انا اللي نجيبها لك من الاخر.
انا تجي اسرائيل تضرب البوليساريو مسفر، فما بالك انه تكون دوله جاره وحبابنا ودعمونا الثوره التحريريه، وزيد الانسان راه لازم يدعم وحدتهم الترابيه. قالوا يقولوا مناطق محرره، اذا مناطق محرره على هاد الدرون راهو يبعث للجنه. داير يبعث للجنه، نقول له سكت علينا، بعد لقيت روحي باللي انا هو. كاين واحد مادامنا رحنا للجهه الاخرى نشوفوا المهابيل شويه ساعه هادي قالت لهم سكتوا. ما تشوف وين راحت زعما ما بعدتش الفيديو غلط. هل اخطات ما على بالي وين راحت. كنت عنده طائره خاصه ولا نشوف يقول لنا برك السومه شحال عندي ليه فواياجا يدي واحد الانسانه لايران يبعثها لطهران، تروح لتما عند خامنئي تعيش عنده تحت صباطو. روحوا تسمعوا هذه. نحن نحاصر حتى داخل مساجدنا، ولا إمام يقدر يتكلم ويقول القضية الفلسطينية. من أمس كانوا يدعون للجهاد في أفغانستان عندما طالبت به هيلاري كلينتون ويطالبون بالجهاد، واليوم اللي تدمرت الأمة لا أحد يطالب بالجهاد إلى جانب إخواننا في فلسطين. نحن نحاصر. خلصوا الحكايات هذه على اساس هذه يساريه. انا نهار قلت انا على بالي باللي نهار قلت هي شويه مطقطقه في راسها، بصح ديما لاباس. كانت واحد الوقت شويه قلت لهم راحوا جادوا، قلت لهم المخزن ما يخليش الائمه في المساجد يدعوا للجهاد في غزه. سبحان الله صح. كيفاش هذا؟ نورمالمون يخرج الملك يدير خطاب يقول يلا هيا بنا الى الجهاد. وعلاش مصر غالقه علينا الحدود؟ بصح هادي داها له تبول. انا ما فهمتش علاش ما تروحيش تعيشي في ايران مدام. مضروبين في راسهم شمال افريقيا هادو الناس. هادي درك تتكلم في السياسه الجهاد. علينا مونطال ماشي جوست تليفون. هادي خلاص تسمى دولة قائمة. نورمال يجي إمام في المسجد يقول لهم يا معشر المغاربة، مثلا إنه هذه مغربية، يقول لهم يا معشر المغاربة هيا على الجهاد في غزة. إني والله. وهذاك الوقت دونالد ترامب يقول لك ما شاء الله على المغرب. ماكرون يفرح يزيد يدير خطاب باهي. هذاك الوقت المجتمع الدولي يعجبو الحال، المغرب يولي دولة الناس تستشهد بها. تعود جهاد سي زعما سياسية ويسارية تحكي عن الجهاد في 2024. نهار نقول لكم باللي الدولة اللي راك عندهم طابور خامس كبير كارثة. عندهم إيرانيين لداخل، ودايما نقول ستر ربي الراس تاعهم مريقلة الحالة. كل واحد الاشكاليه هذا تسمى هادو تعطي لهم يمشيو بلاد هادي تبيعها لايران في النهار الاول. هادي مع صباح ربي تجي تروح هادي ما تقدمش الولاء لتما في الرباط، تروح تقدم الولاء للخامنئي. مش نورمال مش طبيعيين. عليا نهار هذاك القذاره هذاك تاع خالد مشعل هذاك شي العيون تاع المحيط الاطلسيه. وفد من وزارة البناء والإعمار يحل اليوم بولاية العيون لزيارة تفقدية قصد الوقوف على الإشكاليات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية في الولاية خاصة الرود، أين جمع الوفد لقاء مع والي الولاية القوط ماموني والمديرة الجهوية للبناء والإعمار والمكلفة بالأمين المساعد لمناقشة. عندهم الأوصاف كامل، الأمين المساعد، الوالي، نائب الوالي، رئيس البلدية، مديرين العيون ليغو. كلش المؤسسات كامل موجوده، منظمين خير من الجزائر صراحه. والله التنظيم تاعهم ما شاء الله. اللي يجي يديروا له منصب البوليساريو هما هذه كامله باش ينهبوا الميزانيات، باسكو الرواتب تاعهم
راه من عند الجزائر، راه من عندنا من دراهمنا. دونك هما واش يديروا؟ عندهم اداره يديروها هكا، يزيدوا لها كل خطره يزيدوا مناصب، ويديروا هكا واحد التدرج وواحد السلم تاع التدرج باش يديروا برك دي بوست، باش يخلقوا مناصب شغل. والرواتب راهي ماشيه للقياده تاع البوليساريو اللي في المخيمات، هذوك المحتجزين المساكن راهم في حالهم، راهم عايشين الميزيريه. شو اللي قال لي هذا؟ منيب درست في الجزائر، يبدا يصير درست عند بوخروبه شخصيا. بوخروبه ومن بعد يقول لك المخزن يقمع. ودي هادي لو كان هادي على بالك باللي بالتصريح كيما هذا في حتى في دوله اوروبيه، ولا على بالك تسجن بسبب تصريح مثل هذا؟ على بالك واش معناتها تدعو للجهاد بالمصطلح هذا؟ كيفاش اصلا راك تضرب في مؤسسات الدوله اللي راك فيها؟ كيفاش تدعو للجهاد؟ واش من جهاد وانت يساريه اصلا؟ ومخزن ماشي غير ناس ملاح، وفات الناس ملاح لي وحده كيما هذه لابد ان تعتقل باسم القانون. برك مخليين تسمى باسكو الظروف شويه، والطابور الخامس اللي في المغرب لو كان يعتقلوها ينوضوها والاعتقال بسبب غزه وكلش. سينو لو كان تصريح كيما هذا شبيك انت تتكلم في الشان السياسي، تتكلم عن الجهاد؟ انني في فرنسا لو كان نبدا نهضر كلمه جهاد ولا الاخر راك تلقى روحك فيا. كاين طرق ممكن تتكلم على ضروره مثلا تقديم الدعم، يجمعوا ولو انه تقدم الدعم، قدم الدعم لولاد بلادك. رايح انت راه اكثر من 4000 وفا من المغرب، راهي تقريبا 5000 كيلومتر. تلعب الحكايات هادو، الحكايات الفارغه والحكايات الخاويه هذه. جماعه من العالم الاخر اليوم تكون عندها واحد الرونق. أين نحن من كل هذه 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن في العالم الآخر من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين؟ كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون. أين نحن؟ صعب والله، واعرة جدا. نشوفوا شوية التراث. تفكرتني على بالكم، فكرت ثاني في مجلس الأمن يخلونا نستناو حتى 5:30 صباحا. تخيل انت على بالكم شحال كانت هذاك عمر بن جامع وقتاش تكلم مع الممثلة تاع الولايات المتحدة الأمريكية على 10 ليلا، قالوا له 2 ونردوا عليك على التعديلات اللي اقترحتها. بقى ينتظر حتى 5:30 صباحا. كي جا على 5:30 قالت لي الولايات المتحدة مررت المسودة للتصويت. ماشي قلتو لنا 12 تاع الليل ما تفوتش نردوا عليكم؟ بعد كيقول له الرسالة الدبلوماسية لينارغيومون ديبلوماتيك، يقول له كيفاش؟
التويتر ديالو ويجيو يسبوني صح وهو حكاها ومانيش انا اللي قاعد نقول. راهو عمار بن جابر بشحمه ولحمه هو اللي قال الكلام هذا مانيش انا. ها Avec le représentant du Penholder. Nous nous sommes mis d'accord sur un texte qui devait nous être remis 2 heures plus tard, en tant que texte final. Nous avons attendu jusqu'à 5h30. jusqu'à 5h30 du matin 5:30 تاع الصباح هو يستنى. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.